دلوقتي عندك خيارين، يا تكمل الفيديو لاخره يا تستسلم وتخرج دلوقتي. بس قبل ما تقرر خليني اسالك سؤال: هل عمرك حسيت انك داخل تحدي مع الحياه؟ كل حاجه بتتعطل في وشك، كل بيبان بتتقفل في وشك وانت مش قادر تفهم ليه. ممكن تكون بتمر بده او لا، اكيد انت بتمر بده، والحاجه الوحيده اللي مخليك لسه قادر تكمل هي الصبر. أهلين، كيف الأحوال؟ رمضان كريم ويا رب يعود علينا وعليكم بالحاجات الحلوة الجميلة. إيه موضوع الصبر ده بقى؟ الحقيقة إن الصبر مش كلمة، الصبر هو لعبة وأنت فيها، والسؤال هتقدر تكمل لحد النهاية ولا لأ؟ تعال نلعب مع بعض لعبة الصبر، ولو كسبت ممكن حياتك تتغير للأبد. تخيل إن حياتك كلها عبارة عن لعبة ليفلز، وكل ليفل فيهم أو كل مستوى فيهم فيه اختبار للصبر. المستوى الأول إنك في طابور طويل جدا، هل بعد ما استنيت ودورك اتقدم هتستسلم وتسيب الدور ولا هتكمل؟ المستوى الثاني انت بتتمرن وبتنزل الجيم والجسم مش باين عليه تغيير، هل هتوقف ولا هتفضل مكمل؟ المستوى الثالث انت بتحلم بحاجه بقالك سنين ومش بتتحقق، هتقول مش هينفع وخلاص تسيبها ولا هتفضل تحاول؟ كل يوم بتلعب، بس هل عمرك فكرت انت بتكسب ولا بتخسر؟ وكمان شفت المدة اللي انا سكت فيها دي تقريبا 10 ثواني، يعني مش حاجة خالص، بس انت حسيت ان هي طويلة قوي ومملة صح؟ انا كنت بس بختبر صبرك عشان اوريك انت صبور قد ايه. الصبر زي اي لعبة ليه قوانين، بس محدش بياخد باله منها، والمكافأة مش بتيجي بسرعة. كل لعبة قوية لازم تلعب فيها الاول عشان تاخد الجايزة، ومش كل المستويات بنفس الصعوبة. بعض ايامك هتكون اسهل من غيرها، وبعض ايامك هتكون اصعب برضه، لكن طول ما انت مكمل فانت ماشي صح. والفشل جزء من الخطة. لما بتخسر في لعبة بتعيد المستوى وبتشوف ايه الجزء اللي انت غلطت فيه وبتحاول تتجنبه عشان توصل للمستوى اللي بعده بكل بساطة. مش لما بتخسر بتقوم قافل اللعبة وتقول لا خلاص انا مش هكمل، لا بتكمل اللعبة عادي. نفس الشيء في الحياة، كل فشل هو اعادة للمستوى مش نهاية اللعبة. اللي بيفهم القوانين دي هيعرف يلعب صح. في تشيت كود للصبر بس مش الكل يعرفه. السر انك تنسى الوقت. كل الناس اللي نجحت وحققت احلامها ما كانوش مركزين على الوقت، كانوا مركزين في الرحلة نفسها. لان الصبر مش انك تعد السنين وتشوف ايه اللي عدى وقد ايه الوقت بيمر، الصبر انك تنسى العدى خالص. طب السؤال هنا، هل بالضرورة لو انا صبرت انجح، ولا ممكن اصبر وما انجحش ومحققش احلامي برضو؟ وهنا العلماء تدخلوا وقالوا كلمتهم في دراسة شهيرة جدا اسمها تجربة المارشميلو. ده انت جاي تهزر بقى؟ لا اكشلي دي تجربة علمية حقيقية اتعملت في جامعة ستانفورد. جابوا مجموعة اطفال وحطوا قدامهم قطعة مارشميلو وقالوا لهم لو استنيتوا 15 دقيقة وما كلتوهاش هتاخدوا واحدة كمان هدية. والنتيجة متوقعة تقريبا، معظم الاطفال ما قدروش يستنوا وكلوها فورا. طبعا انت دلوقتي هتقولي طب ما ده يعني طبيعي وشيء متوقع، دول اطفال. ما انا لو كنت مكانهم وطفل بنسبه كبيره كان ممكن اقع في الفخ ده واكل المارشميلو هاي وما استناش الهديه. لكن وانا كبير كده يعني تتوقع ان انا اعمل حاجه زي كده؟ اكيد طبعا كنت هستنى وهاخد المارشميلو هايتين. في الحقيقه ده اللي انت فاكره، بس انت في ارض الواقع مش بتعمل كده، او مش شرط انت شخصيا، ولكن معظم الناس مش بتعمل كده. لان في حياتنا العمليه معظمنا ما بيقدرش يصبر. على سبيل المثال كل حاجه في الدنيا بتقولك انك لو اشتغلت في شيء واستمريت عليه وسعيت فيه لمده طويله، بعد مده هتحصد النتيجه اللي هي حاجه حلوه غالبا. ومع ذلك انت بتبقى بتتعذب وبتعاني، انت مش قادر انك تصبر، انت عايز النجاح دلوقتي حالا. فبكل بساطه انت زيك زي الطفل. يعني نو اوفنس طبعا، انا مش قصدي حاجه، ولكن الموقف اللي انت فيه هو يعتبر موقف مشابه للتجربة اللي اتعملت على الأطفال مع اختلاف المستويات بس. وفي الغالب معظم الناس سواء كبار أو أطفال بيقعوا في الفخ ده. بس خليني أفاجئك إن في أطفال ما كلوش المارشميلو هاية واستنوا 15 دقيقة وأخدوا اتنين. ايه ده بس كده؟ انا كنت فاكرك هتقول حاجه يعني. اكيد طبعا مش بس كده. الاطفال اللي استنوا وصبروا عشان ياخدوا المارشميلو هايتين لما كبروا بعد 20 سنه فضلوا يراقبوهم، لقوا ان الاطفال اللي صبروا دول بقوا في حياتهم ناجحين اكتر ومتفوقين دراسيا، عندهم وظائف افضل وحياتهم مستقره. الصبر هنا كان هو السر اللي لو عودت نفسك عليه من وانت صغير هيفرق معك على مدار حياتك. لكن خليني اوضح حاجه، خلي بالك الصبر مش معناه انك تستنى وخلاص. في فرق كبير بين الصبر الفعال والصبر السلبي. الصبر السلبي اللي في الغالب معظم الناس بتقع فيه هو انك تقعد في مكانك
قاعد كده مستني ان حاجه تحصل. والمقصود هنا مش انك ما بتعملش حاجه في حياتك، عشان ممكن يجي لي واحد يقول لي ان انا بشتغل وبسعى بس مفيش حاجه بتحصل. ما هو انت اكيد مش هتفضل في نفس اللوبه وفي حاجه غريبه خارقه للطبيعه هتحصل. لازم انك تكون بتعمل خطط وحاجات مختلفه في حياتك ممكن تفتح لك سكك جديده او ابواب جديده عشان من خلالها في حاجه جديده تحصل. مش انك تبقى بتنزل كل يوم الصبح بتشتغل وبترجع بتنزل تصحى تشتغل وترجع. ده كده مش صبر فعال، ده كده صبر سلبي عادي برضه، فاهم؟ الصبر الفعال هو انك تستمر في المحاولة برغم انك مش شايف نتيجة دلوقتي. اقوى مثال على الصبر الفعال البامبو تري. فعلا دي حقيقة. انت عارف هو ايه البامبو تري اصلا؟ تفتيش بعد اذنك. البامبو تري دي عباره عن شجره اسمها شجره البامبو. انا مش بكلمك على حاجه معنويه دلوقتي، انا بكلمك على حاجه موجوده علميا حقيقيه. الشجره دي اول ما بتزرعها بتفضل 5 سنين تحت الارض، مش بيبان منها اي حاجه، مفيش اي حاجه بتطلع، كانها مش موجوده. بس بعد 5 سنين فجاه خلال 6 اسابيع بس الشجره دي بتنمو 30 متر لفوق. انت فاهم حاجه؟ طيب يعني هل الشجره كبرت فجاه؟ كانت قاعده بتدلع تحت بتتقل علينا؟ لا، هي كانت شغالة على جذورها اللي تحت الأرض طول السنين دي كلها، بتحضر نفسها للانفجار الكبير عشان لما تكبر تبقى جذورها ثابتة في الأرض ما تقعش، مفيش حاجة تأثر فيها. نفس الشيء بيحصل مع أي حد ناجح. سنين بتمر بتحفر في الأرض، بتتعلم، بتشتغل على نفسك، متبهدل وتعبان وطالع عينك، ومع ذلك شغال ومحدش شايف أي حاجة. وبعدين فجأة النجاح بيظهر مرة واحدة. الحقيقة البروسيس بتاعت البامبو تري هي المفروض تكون مصدر إلهام ليك. المفروض الرول موديل بتاعك يبقى البامبو تري في الواقع. اقول يعني هيبقى مثل الاعلى شجره. انا بس مش عايز ازعلك او اضايقك يعني، بس الشجره دي في الغالب هي انجح منك. الفكره ان فعلا هو ده اللي انت المفروض تعمله، انك تبقى بتشتغل على نفسك في السر من غير ما تقول لحد. مهما الدنيا بهدلتك، مهما غصت تحت الارض، انت بتغوص عشان تعمل جذور لنفسك، عشان لما تنجح تبقى جذورك في الارض قويه وثابته، مفيش حاجه توقعك تاني. لكن يا عم انا بقالي سنين بحاول ومفيش نتيجه. طيب عارف ان العالم بيشتغل بنظام 0 أو 1، مفيش حاجه في النص. يعني اما معاك الحاجه يا اما لسه ما وصلتلهاش. النجاح يا اما بيحصل يا اما لسه في الطريق. في قصه عن توماس اديسون مخترع اللمبه، جرب 1000 مره لغايه ما اللمبه اشتغلت. سالوه هل انت فشلت 1000 مره؟ قال لهم لا، انا عرفت 999 طريقه غلط لغايه ما وصلت للطريقه الصح اللي نجحت. شايف الفكره؟ الصبر هنا مش بس انك تستحمل، الصبر انك تجرب طريقه جديده كل مره لغايه ما تلاقي الطريقه الصح. طب ازاي اعرف ان انا على الطريق الصح؟ مش هقعد اصبر واضيع وقتي وفي الاخر ما يحصلش اي جديد. في 3 مؤشرات هتقولك ان ممكن الصبر يجيب نتيجه. 1، هل انت بتتعلم حاجه جديده كل يوم؟ لو يومك بيعدي من غير ما تتعلم حاجه تفيدك فانت مش ماشي على الطريق الصح. 2، هل في اي تطور حتى لو كان بسيط، حتى لو كان بطيء يا سيدي؟ لو شايف في تحسن ولو 1% ده دليل انك ماشي صح. 3، هل في ناس ملاحظه الفرق ده؟ لان النجاح ساعات بيبان للناس اللي حواليك قبل ما يبان ليك انت. هل في حد بيقول لك انت اتغيرت، انت بقيت احسن؟ لو سمعت الجمله دي كمل، انت ماشي على الطريق الصح. نهايه اللعبه، الصبر هو السلاح الأقوى. الفرق ما بين أي شخص ناجح وشخص عادي هو بس إن الناجح قرر يكمل، واللي استسلم عمره ما عرف كان على بعد قد ايه من هدفه. الصبر مش رفاهية، الصبر مش ميزة، الصبر هو السلاح الوحيد اللي بيخليك توصل لحلمك، ولو فقدته مفيش اي حاجة تانية هتوصلك. لو انت كملت الفيديو لغاية دلوقتي، هل هتخرج من الفيديو وتنسى كل الكلام ده، ولا هتكمل اللعبة وتستخدم الصبر بطريقة عمرها ما تخليك تخسر؟ وافتكر، القرار في ايدك. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. مستني ارائكم في الكومنتات، خلونا نتكلم ونتجادل في الموضوع ده. انا عارف انها نقطه جدال قويه جدا، سواء مختلف او متفق معايا. خلينا نكمل كلام في الكومنتات. وما تنساش لو الفيديو عجبك تنزل تعمل اشتراك في القناه وتفعل جرس التنبيهات عشان كل ما انزل فيديو جديد يجي لك اشعار. ويا ريت كمان تعمل لايك عشان تحمسني وتحفزني ان انا اعمل فيديوهات اكتر. وقبل ما تمشي، ده الانستجرام بتاعي، بنزل هناك محتوى مختلف تماما عن اللي بعمله هنا في القناه. اتاكد انك عامل لي فولو هناك، هسيب لكم اللينكات تحت في اول كومنت. يب، ذاتس ات، واشوفكم في حلقات قادمه. رمضان كريم.